السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي متابعين مطبخ شيري. النهاردة هنعمل ألذ وصفة وأسرع وصفة ممكن تعمليها في حياتك. أسرع وصفة سمك تعمليها على سفرتك، صنف جانبي أو إن كان صنف أساسي معانا. هتعملي ألذ صينية سمك جميلة جدا 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 في ربع ساعة هتكون خلصانة معاكي. يلا بينا نبدأ ونخش في الوصفة بتاعتنا على طول. وهنا كده بقى يا حبايبي انا حطيت السمك بتاعي، تبلته بالتوابل. التوابل بتاعتي بهارات السمك، ادخلوا على صفحة اللينك بصفحة الفيسبوك هتلاقوا توابل السمك، وحطت انواع التوابل كلها. طبعا هتبله كويس جدا، وحطيت على وشه شوية زيت. بس قبل ما يسيبه يتبل هوريكي، شوفي السمكة بتاعتي طبعا، والديل بتاعي زي ما انت شايفه انا مقطعاه ازاي ومتبلاه. تمام، هركنها بقى على جنب ونجيب الصينيه بتاعتنا. هنرص بقى البطاطس بتاعتنا. طبعا انتي ممكن عايزه تستغني عن البطاطس في الصينيه دي، ممكن تستغني، بس عشان انا هي كانت عندي صنف اساسي جنب الرز، فطبعا اضطريت ان انا اعمل احط بطاطس. انتي ممكن تستغني وتحطي خضار بس من تحت وخلاص، طماطم وفلفل وبصل وكده من تحت خلاص. طبعا مش هتبقى طماطم كتير، يعني تبقى حبايه طماطم واحده مثلا متقطعه مكعبات على البطاطس، على الخضار اللي انتي حاطاه. وانا كده برص البطاطس بتاعتي. تقدري تعمليها وصفه لو انتي مستعجله، لو انتي ملحقتيش تعملي فطار والمغرب دخل عليكي، تقدري تعمليها في اي وقت. هنا بقى نرش شرايح الفلفل على الصينيه وعلى صينيه البطاطس بتاعتي. و طبعا رشي الفلفل اللي انت عايزاه، حار بارد رومي عادي اللي يريحك. بصوا بقى، شوفي احنا كده هنرص صينية السمك بقى ازاي. هحط شريحة من السمك زي ما انت شايفة، وشريحة بطاطس، وشريحة فلفل، وشريحة طماطم، وشريحة بصل. هلف بقى الصينية كلها. هنا انا رصيت الصينية بتاعتي. معايا هنا بقى معلقة صلصة، وحطيت بهارات السمك، حط ربع كوباية خل، زي ما تحبي حطي الكمية اللي انت بتحبيها، وربع كوباية ليمون، واربع معالق زيت. هنحط الملح. وهنا حطينا بقى الشطة دي اختياري، وهحط حبة توم مهروس. هقلب بقى كله ده كويس الاول، يمتزج كده مع بعضه كويس. كده تمام. هبدأ بقى اعمل ايه، ننزل بحبة خضرة. تمام كده، وابدأ باخد منها وارش على السمك. اسقي السمك بقى كله، بحيث ان التتبيله تنزل لي على السمك كله، علشان السمك كله ياخد لون حلو معايا وياخد طعم ويشرب من التتبيله اللي احنا حاطينها. اي نعم احنا متبلين السمك، بس عايزين السمك والخضار اللي معاه يتبل كويس جدا. انا بقى هرش على السمك كله بتاعي، علشان السمك كله بتاعي يطلع كله واخد تتبيله حلوه معاه. تمام كده. هبدأ بقى بالفرشة كده وابدأ ادهن وامشي عليه، على بحيث ان هو ما يبقاش عندي تكتلات، وفي نفس الوقت اتاكد ان كله خد من التتبيله الجميله بتاعتي، علشان السمك بتاعي النهارده هيستوي على التتبيله دي. مش هنحط له ميه ولا نحط له اي حاجه، الخضار هينزل ميه والسمك
والتتبيله اللي احنا عاملينها هخليه يشرب مع نفسه، يشرب التتبيله بتاعته. خلاص كده بقى انا هحط معلقه صويا صوص، هبدا ادهن بها الوش بالفرشه. علشان ايه؟ علشان تديني اللون الذهبي لما تدخل الفرن وتطلع تبقى حلوه جدا. تمام كده الصينيه بتاعتي خلصت خلاص، انا هدخلها الفرن ويلا نكمل مع بعض. وكده بقى يا حبايبي الصينيه بتاعتي بعد ما خرجت من الفرن خلاص. يلا بقى بألف هنا وشفا على قلوبكم. يلا قومي اعملي لاولادك. شايفه البطاطس بتاعتي دايبه، مش قادره اقولك ازاي البطاطس دايبه، والسمك مش قادره اقولك على الجمال اللي فيه من كتر الصوص لما استوى مع نفسه من غير اي حاجه، تحفه. يلا قومي وجربي واعملي لاولادك، وبألف هنا وشفا على قلوبكم وليكم كلكم. اسيبكم في رعايه الله، واشوفكم في فيديو جديد بوصفه اجمل واحسن ان شاء الله. مع السلامه.